شنو هي الربا؟ الربا هو تكون واحد الانسان عايش مرتاح، داكشي اللي تتصورو تتخلص به الكرا، تمتع به وليداتك وعايش حياه زوجيه سعيده ومرتاح. فاذا بالشيطان تيوسوس لك، يقدر يكون هذا الشيطان شيطان الجن او شيطان الانس، يجي عندك ويوسوس لك يقول لك هاد الفلوس اللي تتخلص بها الكرا وتتمشي بها في الطاكسيات، علاش ما تاخذش بها سياره وتخلصها من الشهر للشهر، وتاخذ دار وتخلص فلوس الكرا ديك الدار وتولي الملك ديالك في الاخر. فاذا بك تدير هذا الشيء وتتابع الشيطان يا ديال الانس يا ديال الجن، تتابعه وتدير هذا الشيء، وربي سبحانه وتعالى تيبدا في الحرب ديالك. كيفاش غيبدا في الحرب ديالك؟ ماشي بالسيف، لا، تينزع لك ديك البركه من الرزق اللي كان عندك. تيولي الدري كنتي تتقريه وما تديرش له الدعم، تيولي ما تيفهمش وخصك دير له الدعم. تتولي المراه ديما معصبه عندك في الدار وديما مريضه وخصك تعالجها. تولي عندك المشاكل ديال الدنيا والدين تتجمع لك، حتى تتولي ديك القيمه ديال الكراء اللي كنت تخلص بها الكراء ما تقدر تخلص بها الطريطه، وتتجمع لك المشاكل قدامك. فاللي عنده بصيره تيرجع وتيتوب الى الله سبحانه وتعالى، واللي ما عندوش بصيره تيبان له انه تفتحات له الدنيا، هو الله سبحانه وتعالى نساه. والله سبحانه وتعالى تنقولوا ما تنساش. كيفاش ما تنساش وهذا السيد نساه؟ نساه يعني خلاه من نور راسو. تتقول عليا، تنقول لك فلان، تقول لي نساه، راه ماشي غادي نساه يعني ما نبقاش نتفكر، لا، يعني ما انا باقاش نسول فيه، دبر راسو غنخليه منه للشيطان للدنيا للفتن. فاتقوا هذا الامر لانه امر خطير، وهذا هو تعريف الربا.